الاقل يكون عندك بيزكس، هيكون عندك جدول، هيكون عندك بلان واضحه للسفر. فالفايل كان فيه كل الكلام ده، كان فيه تذاكر طيران، كان فيه حجز الفندق، كان فيه الاتش ار ليتر. بتستمتع بالسفر للسفر، فهو بيفيد من كل الاتجاهات، لكن كنت مستمتع قوي بالسفر يعني. فقدرنا ان انا اروح قبرص، قدرت ان انا اخر الفاوتشر على قد ما قدرت لحد ما فتحت السفارات و كانت حركه بايخه يعني. هو كان حتى الورق انا اللي عامله بنفسي، ورقي اللي انا مطلعه بنفسي يعني. انت في العادي بتعمل صحاب منين اصلا؟ بتبقى طبعا لما يبقى بيكون جروب في شركه والشركه دي طالعين في الطياره بقى المصريين يعني بالراحه يا اسطى. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده استضافه. انت طالع في الكادر بس اهم حاجه، بس خلينا كده. انت طالع اساسا قدامي هنا خلاص. يعني الاول بس هقول لهم حاجه وبعد كده ارجع لك. النهارده طبعا اتصورت مرتين بنفس اللبس عشان بس ايه محدش يعلق. فالنهارده معايا بشوي وبرده منظر جديد. انا مدلعكم يعني، كل شويه اروح في حته نصور، يعني نرجو ان الموضوع يعجبكم. النهارده معايا بشوي، هنقعد ندردش كده على حاجات بقى تخص السفر كلها، مش هيبقى على حاجه معينه، فهنقعد ندردش كده شويه. وازيك؟ اهلا، ازيك يا اندرو؟ إيه الاخبار؟ نشكر ربنا، طمنا عليك. كله بخير، كله حلو. مبسوط معانا في امريكا؟ السؤال ده بساله دايما. مبسوط معانا؟ اكيد. تجربه لطيفه ولا سخيفه؟ اي تجربه بيكون فيها يعني، بس الناتج تعليم يعني. اوفرول بنتعلم. طيب اوكي. انا يعني مش سمعت، يعني انا سمعت منك ان في اكشن كتير في حياتك كبدايه، من ايام مصر لغايه هنا. فعايزين ندردش كده في الموضوع من اول بقى ما ابتديت، فكرت في السفر ازاي؟ عملت ايه؟ كنت بتعمل ايه في مصر الاول؟ طيب تمام. انت يعني كنت مديني الترابه كده سامري ان احنا هنتكلم على السفر وعن تفاصيله وعن البروسيجرز اللي بتمشي في السفارات والاوراق وكل التفاصيل دي. فانا اتخرجت تجاره بني سويف من 2013. حلو. بعدين اشتغلت محاسب فتره طويله، كانت هي الفتره دي اللي الواحد بيحلم بيها بالسفر قبل ما يبتدي يسافر فعلا. 2020 كانت اول سفريه ليا. كانت انا برضو مش عارف تفاصيل قوي، انا راجل شغال، هو مطلوب مني بيجي اعلان قدامي على الفيسبوك يلا في سفر. كانت قبرص، كانت جزيره تحت اليونان، كانت قريبه من مصر مش بعيده، كانت تكلفه الطيران مش غاليه لانها مش بعيده، وكان الوقت ده السفر فيه رخيص حكما بان مفيش حروب او مفيش اسعار غاليه زي دلوقتي. الاول عملتها مع شركه سياحه، هم اللي جهزوا لي كل الفايل. كان يعني البيزكس بتاعت الورق هي غالبا واحده، بعد كده ده اللي انا ادركته مع السفريات التانية. علشان الخص لك كده، انا سافرت قبرص وارمينيا، خدت رفض في اوكرانيا، بعدين خدت برشلونه، خدت هولندا، خدت السويد ستوكهولم، بعدين نزلت ترانزيت يومين في تركيا، بعدين يوم في المغرب. بعد كده من ساعة ما جيت أمريكا ما اتحركتش. بس تعالى نبدأها من الأول خالص. أيوة، أبدأ والورق، عايزك برضو تركز في الورق قوي أو التفاصيل. تمام. هي بس بسيطة مش صعبة، هي اللعبة واحدة في كل السفارات، ممكن بس شوية تفاصيل زيادة بين سفارة عن التانية. يعني أنا بتكلمنا عن قبرص، أنا عملتها مع شركة سياحة، لا داعي لذكر أساميها علشان ما يبقاش يعني أناونس. بس هم طلبوا بيزكس، يعني طلبوا اتش ار ليتر. الاتش ار ليتر بيوضح انت اشتغلت في البوزيشن الفلاني. المسمى طبعا بتاع البوزيشن بيفرق شويه في السفارات. الراتب بعد ضرايبك، بعد مصاريفك اللي بتستق يعني من الشغل الصافي اللي بتاخده من الشغل. الراتب، اشتغلت من امتى، هل كانت هي دي بدايه البوزيشن بتاعك ولا انت ترقيت معاهم. يعني كل الحاجات دي بتتمنشن. sometimes بيبقى في موديل معين من ال HR letter بيوضح ان انت كمان واخد اجازة في الفترة الفلانية، فانت كده انت بتقول للسفارة انا كمان متوافق لي وعاوز وعاوز التوقيت ده. احنا في وسط الطبيعة اهم حاجة بس ما طلعش باصابات فتمام. بس فطلبوا اتش ار ليتر، كان هو ده تفاصيله. طبعا الراتب كويس، البوزيشن كويس، في اوبشنز تانية طبعا للموضوع ده كبدايل ليه، مش بس الاتش ار ليتر. ممكن لو انت صاحب الشغل فبتقدم اوراقك ان عندك بطاقه ضريبيه او سجل تجاري او الكلام ده كله.
طبعا ان يكون قديم الورق ده كل ما يكون افضل، لان هو بيدي انطباع للسفاره ان مش انت معمول مخصوص. انت مش عامل مخصوص الكلام ده للسفر. زائد ان انت مش كمان بتقول للسفاره انا راجل عندي 20 سنه مثلا وعندي شركه مقاولات راس مالها 2-3 مليون، طب منين؟ او يعني مش راكبه على بعضها. انت كل ما هتكون طبيعي مع السفاره كل ما تبقى مقنع اكتر. فهم جات لهم الاوراق، طبعا قدرت ادعم ورقي بورق من التامينات، ان انا بيتامن عليا تامينات اجتماعيه، بيتامن عليا ميديكال، بدفع كل الحاجات اللي المفروض تتخصم مني مع الاتش ار. فانا دلوقتي بقى عندي 2 سبورتيف دوكيومنتس السفاره بتبص لهم جامد. بلس نيجي لحته تانية، نيجي كشف الحساب، ودي المعضله الكبيره لمعظم الناس، ان انت عندك كشف الحساب لازم بيكون لاخر 6 شهور. هما مش بس بيبصوا ان هما محتاجين هي still we're still recording. Okay, so كشف الحساب بيكون لاخر 6 شهور. هو مش بس بيبص على الرصيد، يعني مش تيجي تحط له مثلا مبلغ كبير خالص مره واحده مقريه برضو ان انت مستلف. علشان السفارات يا جماعه هم ده شغلهم، فهم ديلي بيز اكتيفيتي، بيقروا كلام زي كده، فهم خلاص بقوا يدوروا على التفصيله بيطلعوها بسهوله جدا من وسط اي ورق انت بتقدمه، ما بقتش صعبه عليهم خالص. فانت خليك حقيقي. الترانزاكشن العاديه لاي بني ادم يعيش طبيعي بيستخدم الفيزا كارد بتاعته في المشتريات للبيت، في سفره، للبيلز مثلا، فاتوره التليفون، لاوبر، لوات ايفر، لقسط معين بيدفعه، للموبايل، ايا كان، كل ده بينفع. كل الترانزاكشنز دي بتنفع. بتكمل بقى بانك بينزل لك دخل ثابت كل شهر في ميعاد معين بيتقري في الستيتمنتس بتاعت البنك. ده مهم جدا، ولازم يكون المبلغ ده like accumulation، يعني يكون تراكمي، يعني يكون الرصيد اللي في اخر الورق في كشف حسابك مثلا وليكن 10,000 جنيه، فمثلا انت في خلال 10 شهور باين ان انت 1000 فلوس دخلت وتحوشت accumulation بقت تراكميه وبقى المبلغ بالشكل ده. طبعا ينفع ان انت تستارت الدوكيومنتس دي ببالانس از ان انت حسابك اقدم من 6 شهور ففي فلوس من قبل كده، طبعا دي ريزنبل، بس ما يكونش البالك ده دخل حسابك خلال اول 3 شهور مثلا، فهتبان ان هي بالك دخل مخيف شويه للسفاره. وعايزين يشوفوا اكتيفيتي، عايزين يشوفوا ارتباطك بالبلد، عايزين يشوفوا ان انت حساباتك البنكيه بتدل ان انت راجع، بتقول ان انت financially stable قد السفر، قد ان انت هتروح وتيجي، قد ان انت هتتفسح وتصرف عندهم فلوس، لان هو ده غرضهم ان هم يدوا لك فيزا سياحه بالظبط. فانا كنت بقى شركه السياحه اللي انا نرجع لها تاني، ان هو كان بيطلب مني الدوكيومنتس وانا بقدمها وانا مش فاهم هل دي هي الريكويرمنتس بتاعت كل السفارات ولا بتاعت سفاره معينه عن التانيه. فهي في الغالب هي ده البيزك بتاع كل السفارات. فانت بتقدم الاتش ار ليتر، بتقدم كشف الحساب. هي مصره عليك على فكره. البرتقاني صعب. كمل انا اسف. بس فانت الاتش ار ليتر، الكشف الحساب بتسبورت طبعا ان انت. لما انا كنت مع شركه سياحه، فشركه السياحه هي اوريدي عندها بوكت ريسيرفد اند بيد، فهي مدفوعه ومؤكده ان انت خلاص دان كستي تايم مثلا وليكن اسبوع، فالفندق محجوز لمده اسبوع، الطيران محجوز ذهاب وعوده مدفوع، مش بس مبدئي انت تقدر تكنسله، لا كل ده بيفرق طبعا مع السفاره. بتقدم بروجرام للرحله، بتقول ان انت مثلا رحلتك 5 ايام، فاليوم الاولاني هروح في الحته الفلانيه من الساعه كذا لكذا. ويا سلام بقى لو انت سبورت الكلام ده بشويه صور من جوجل ماب بقى، وان انت دورت كمان ان انت ازاي تروح من البوينت دي للبوينت دي، ففي اندر جراوند، في سابواي، في مترو، في اوبر، في باين لهم ان انت فاهم، مش رايح مش بس فاهم، هو عاوز ديتيلز. انت مش رايح بتقول له انا هروح اكتشف عندك، لا مفيش حد دلوقتي بيسافر. يعني احنا في 2025 الفيديوهات اليوتيوب مليان فيديوهات. هو اصلا حلم السفر جالي عن طريق فيديو على اليوتيوب، قناه اسمها بوب ترافل. دول ده فيرتشوال ووك، هو ما بيتكلمش ما بيظهرش، هو بس بيمشي بيصور لك البلد بتعجبك. اوكي انا بتخيل نفسي موجود في الطريق ده وبمشي وباكل من المحل ده وبشرب من المحل ده، فهي بقت انترستنج قوي موضوع السفر. فما بقاش فيه بعد الكلام ده كله وبعد الميديا دي كلها ان انت رايح هتقول له انا رايح اكتشف عندك، لا. طبعا السفر فيه حاجات انت هتكتشفها باي تايم ومع المشي ومع الوقت،
بس على الاقل يكون عندك بيزكس، هيكون عندك جدول، هيكون عندك بلان واضحه للسفر. فالفايل كان فيه كل الكلام ده، كان فيه تذاكر طيران، كان فيه حجز الفندق، كان فيه الاتش ار ليتر، كان فيه كل حاجه، الترافل بلان، كان فيه كفر ليتر بيقول ان الفايل ده فيه 1 2 3 ستيتمنت معينه، كشف حساب البنك، كل التفاصيل دي بس. وبعدين بتبدا اجراءات السفر. دي كانت اول سفريه ورحنا، كانت سهله مش صعبه. الشركه عملت لي معظم الاجراءات، سافرت. كانت حوالي طيران ساعة وتلت من القاهرة لمكان اسمه بافوس. نزلت في فندق هناك لطيف جدا، بيشوف المية. هي قبرص جزيرة صغيرة في المية، فانت من كل اتجاهاتك في بحر. جوها زي جو مصر، كانت حر، كنا بنخرج في الشتاء بشورت سليف بنص كم، فكانت ظريفة. قدرنا ناكل فيها اكلات غريبه شويه عن عندنا. عندهم زيت الزيتون مختلف، عندهم الالبان والديري مختلفين، عندهم مناطق قديمه، خصوصا ان قبرص كان فيها حرب، يعني جزء تبع تركيا وجزء تبع اليونان، فهتلاقي طباع كمان مختلفه. مباني قديمه جدا، هتلاقي كنايس كتير، هتلاقي جروسريز كتير، هتلاقي من كل حته. يعني كنت بشوف اوكران، وكنت بشوف ناس، يعني صادفت بناس من مصر كمان هناك عايشين في المزارع، فيها مزارع عنب كتير، فبيروحوا يشتغلوا اعمال موسميه، بيقدروا يلاقوا عقود لما بيروحوا هناك، بيقدروا يدوروا ويسالوا. كانت رحلتي يوم 26/1 رجعنا، و2/2 كانت حوالي اسبوع. رجعنا خلاص، كانت كورونا بتقفل في المطارات، فاتسالنا واحنا راجعين في مطار القاهره: يا جماعه حد فيكم حاسس بسخونه، حاسس باعراض برد؟ لا، ما كان الموضوع بسيط، ما كانش لسه. سؤال بس. ما اكيد. اتفضل. لا بقول لك سؤال. اسف. هم كانوا كانت الموضوع بسيط، بس احنا نزلنا. طبعا بترجع من السفر متحمس جدا للرحله الجايه وبترتب لها، وبعدين بتشوف الشركه منزله اناونسمنت عن رحلات تانية، فبتقرر هنبتدي نحوش. طبعا نحط تايم لاين ما بين السنه والتانيه. برضو حاجه مهمه للسفاره علشان تقدر تديك الفيزا، ان انا بتبص للتايم لاين اللي انت بتعمله لنفسك، بمعنى ان انت اشمعنى الوقت ده اخترته تسافر فيه. يعني بشكل كده تلقائي انا كنت بسافر في 1 لاغراض معينه، ان انا عيد ميلادي كان في 1/1، الكريسماس والنيو يير والاكتيفيتيز بتاعه التلج والسنو والاحتفالات دي اللي في العالم كله. فكان كان التايم لاين بتاعي ان انا كل سنه لازم في الوقت ده اسافر فيه. كانت مهنتي، انا كنت رئيس حسابات في شركه في القاهره، وانا اصلا من المنيا، فما كانتش المهنه او الراتب اللي انا مقدم له الاتش ار بيقول ان انا اقدر اسافر اكتر من رحله في السنه. فكانت رحله واحده في السنه، ده اللي كان مرتبي يقدر في كشف الحساب انه يكفرها، او يكون بشكل ريزنبل، مقبول. يعني راجل بيتفسح، راجل بيشتغل السنه كلها وبيطلع مره في السنه كده اسبوع، يعني المصيف بتاعنا. بس حلو ان انت يعني، اصل في ناس بتسافر وترجع تسافر، يعني انا رجعت. ناس بتعمل كده، بس طبعا كشف الحساب بيلعب دور في الموضوع ده. لازم يكون كشف حسابك يغطي موضوع زي كده، بلس التايتل بتاعك، المسمى الوظيفي، البوزيشن بتاعك في الشركه، انت مين علشان تقدر تسافر. اصل انت بتقول لهم يا جماعه انا رايح اسبوع، هعمل في الاسبوع ده شوبينج واكل وشرب وفندق وطيران ومصاريف، فتكلفه كبيره جدا. بعد كده ما يكونش برضو مرتبك في السنه كلها وليكن 100,000 جنيه مصري، وتقول لهم انا طالع رحلتين ورا بعض بال100,000 جنيه. يعني بالنسبه له هو كاجنبي غيرنا، غير التفكير المصري. ممكن احنا شويه عندنا معاملات نقديه ما بتظهرش في البنك شويه، بس هو ما عندوش كده، هو ما بيفهمش ده. الى حد ما بيفهم لان هو بيعيش في مصر، لكن مش بالصوره بتاعتنا كمصريين، بشكل شويه مختلف. يعني الحاجات دي بتبقى علامات استفهام ليه وهو بيقراها. انت ازاي بتعمل 100,000 في السنه وتكلفه سفرياتك في السنه معديه ال100؟ يعني انت بالماينس بالعقل مش فمش بيثق شويه في الموضوع ده. بلس ان انت بتبني هيستوري، بتبني بيكتشر كامله كبيره لما بعد. فانا كنت مركز على المواضيع دي من قرايتي للموضوع، من تفكيري في اخد راي دوت واخد راي دوت، وابص على اليوتيوب دوت والبلوجر دوت، ولا بيتكلم عن السفر والاماكن والتكلفه وازاي اسافر باقل تكلفه. بقعد احسبها كده بلاقيها يعني ريزنبل ان انا اسافر مره في السنه. فكانت دايما اعملها في عيد ميلادي، كنت دايما اقضي عيد ميلادي بره.
كانت اول رحله 2020. نزلنا بعد كده كورونا قفلت الدنيا. رجعنا قلنا نحجز رحله ونشوف كورونا هتعمل ايه، ممكن تفتح بعد سنه، ممكن بعد 6 شهور. كان في المطارات كلها قافله، محدش بيفهم حاجه، مش عارفين نتصرف ازاي. المهم انا رحت وكنت دافع اوريدي مقدم لرحله تانية. كنت رايح انا بقى ايه، نزلت متحمس جدا بعد قبرص، قلت خلاص بقى باريس لازم. لا باريس يعني شنجن على طول، ده انت قلبك جامد. كان ترتيب من ربنا الدنيا تقفل، كويس انها قفلت. ما مش عايزين رفض، كنت هتاخد رفض سريع يعني. فقدمت كنت دافع الفلوس للشركه وحجز معاهم الرحله، لكن ما كناش قدمنا اي اوراق للسفاره ولا كنا حجزنا اي نفس حاجه. الشركه نفس الشركه. ودي كانت يعني الحركه دي كانت علامه ان انا اغير الشركه او ان انا اعمل الموضوع بنفسي، لان الشركه كانت مش ظريفه في التعامل. يعني كنا دافعين مقدم للرحله، الرحله كانت سعرها رخيص وقتها. كانت انا طلعت قبرص طيران اسبوع، طيران وفندق، والفندق فيه فطار فول بورد يعني اوبن بوفيه وفي مكان كويس قوي واخد ريت كويس في بافوس. وبعد انا نزلت على مطار بابوس، بس انا كنت قاعد في فندق في ليماسول دي بلد تاني. هم حوالي 5 مقاطعات فيهم ايانابا مشهوره قوي بالسياحه والشواطئ، لان فيها نيسي بيتش ده من اعلى الشواطئ في العالم، بياخد ريت عالي جدا كل سنه. كان كل ده كنت طالعه ب 6900 طبعا. ده رقم اتمنى يعني ان كنت لسه اقول لك يعني يبقى ارخص، ده انت لو طلعت لوحدك يبقى ارخص، بس لا مفيش بالظبط. فنزلنا بعد كده بنقدم على فرنسا، كانت برضو 10000 جنيه. فكنت بدفع منها 2000 مقدم كده، بحجز معاهم حجز مبدئي. فيما بعد هبتدي اخد الاكشن ان انا اكمل باقي فلوسي وابتدي في الاجراءات. فكورونا جت قفلت الدنيا، فبيتصلوا بيا بيقولوا لي ان ال 2000 جنيه بتاعتك غير مسترده. فقلت لهم طيب يا جماعه يعني هنسافر بيها فين؟ يعني ما هو مفيش اي سفر، المطارات كلها قافله. طبعا اجبرني ان انا اسافر داخلي وانا رفضت. بس انا رفضت. يعني هم كان في they care more about money، مش على الكاستمر خالص. يعني ده اللي انا عرفته، اهم حاجه الفلوس. ده اللي انا عرفته. anyway انا فضلت وراهم ان انا الفاوتشر استخدمه في اي سفريه تاني امد مدته، عشان تعرف تستخدمه علشان اقدر اطلع بيه بره مصر. انا مش انترستنج ان انا اصرف فلوس جوه مصر. انا كنت شغال فتره في شرم الشيخ وانا في رابعه كليه، بعدين عندي كل سنه بطلع مصيف في حته، ساحل مش عارف اسكندريه. خلاص انت مصر بالنسبه لك مصر مش خلاص. انا عايز بقى لغه جديده، وعايز بلد جديده، باكل جديد، بمباني جديده، بناس ختم جديد على الباسبور بالظبط. يعني برضو اون ذا تراك. يعني انا ما كانتش بالنسبه لي قوي ان انا يعني طبعا بملى اختام، بس لما بتيجي للحظه السفر لا، انت بتستمتع بالسفر للسفر، فهو بيفيد من كل الاتجاهات. لكن كنت مستمتع قوي بالسفر يعني. فقدرنا ان انا اروح قبرص. قدرت ان انا اخر الفاوتشر على قد ما قدرت لحد ما فتحت السفارات كانت حركه بايخه. يعني هو كان كان الفاوتشر بيخلص وانا ما عنديش اوبشن ان انا اعمل حاجه. فرحت الشركه بحاول معاهم، طبعا ردود بايخه وشد وجذب. يعني لا داعي ذكر اسامي لان شركه كبيره. بلاش. ما هو بلاش انا ما انصحش بيها حد اصلا. هو في الاخر خالص هنقول بقى اساسا يعني تسافر مع شركه ولا لا، بس يعني خلينا بص يعني لو هم واضحين في كل الديتيلز وتكلفتهم واضحه، والبوليسي بتاعت انه يعمل لك ريفوند في حالات معينه واضحه، جو هيد. الشركه هتسهل عليك كتير، حتى ولو بتساعد ان انت تطلع لوحدك. حتى لو هياخدوا كوميشن منك، انت ممكن انت في غنى عن ان انت تدفع الفلوس دي، لكن بيساعدوا. السفاره لما بتجيلها بوكس كده مليان باسبورات مع جروب مع الشركه، ده مختلف عن سنجل باسبور. بيخافوا شويه من السنجل ده، بيقولوا رايح مش راجع. فروحنا استخدمت الفاوتشر ان انا اروح ارمينيا. كانت اختيار جديد وغريب، كنتش اسمع عنها. بلد في حته بعيده جنب روسيا وجورجيا واذربيجان وتركيا. بلد كانت على وشك حروب مع أذربيجان. بلد أنا بسافر في شهر واحد من كل سنة، فكانت البلد سالب 16 سيليسيوس. فإنك تطلع بس بره الباب كده ده كان صعب جدا في الوقت ده. كان كل الأكتيفيتي اندور، مولز، شوبينج. الفندق نفسه كان جميل. سافرت
ب 11900 ده كان بعد فتحة الكورونا على طول، يعني كورونا اتقفلت 2020 فتحت 22 كانت أرمينيا. ف هي كانت الاختيار التاني، كنت مش مجبر عليه ولكن كنت مستغرب نفسي ان انا ارمينيا ايه اللي انا رايحها، انا ما اعرفش فيها حد، انا بلد غريبه، بس كان في جروب لذيذ، الشركه بتجيب مصريين، فكان في جروب لذيذ فالموضوع بيتسهل. قدمنا نفس الورق، اتش ار ليتر، كشف حساب البنك، 3 لو عندك تأمينات اجتماعية بتروح تطلع برنت بيثبت المهنة، علشان طبعا في شكوك حول في ناس بتروح شغالة بيبقى شكوك مش لطيفة، فبتسبورت ورقك على قد ما تقدر. لو عندك املاك بتقدر تقدم مثلا عقود ملكيه البيت او لحاجه، عندك اسره، عندك اطفال، عندك اولاد، عندك اب وام، عندك كل الروتس الجذور بتاعتك اللي في البلد دي بتبين ان انت راجع، فبتبقى بتسهل على اللي بياخد القرار ان هو مش صعب ان هو يدي لك الفيزا. اخدت ارمينيا بنفس الاوراق، وكان في طبعا حجوزات طيران مؤكد ومدفوع، فندق مؤكد ومدفوع، اتش ار ليتر، حساب بنكي، برنت تامينات، كفر لكل الفايل ده فيه ايه، وبلان للرحله وهنعمل ايه، والشركه موفره لنا باصص داخليه انترنالي من المطار للفندق ومن الفندق للمطار وكل التفاصيل دي. ارمينيا جميله في حاجه، هي طبعا احنا ما اتكلمناش شويه عن قبرص كحياه او على يعني كفلوس ككرنسي، هي بتتعامل باليورو زيها زي الشنجن. هي كانت في وقتها في 2020 كانت حاجه اسمها اتحاد اوروبي تجاري، فهم بيسري عليهم نفس الاتفاقات اللي بتسري على الاتحاد الاوروبي بين الدول ال26، ولكن بشكل تجاري فقط، مش بشكل مش بيربسز مثلا الجنسيه او الهجره، او هم تعاملات تجاريه بس مش بالظبط. واهل البلد هم بيدخلوا اوروبا بدون فيزا، قبرص بيدخلوا اوروبا بدون فيزا، بس الفيزا اللي انت تدخلك عندهم هي خاصه بيهم بس ما تدخلكش الشنجن. هي كانت محطوطه هي ورومانيا وكانت كرواتيا وفي في بلدين تاني اظن، جورجيا تقريبا كنت سامع ان هي كانت هتخش على لا ما كانتش وقتها جورجيا، هم كانوا 3 كانوا غالبا رومانيا وكرواتيا وقبرص، وكان في بلد تانية غالبا هي بلغاريا. دول لو انت معاك فيزا مالتي انتري، هي فيزا بتبقى في سنجل انتري الدخول مره واحده، وفي دخول كذا دخول متعدد، فكان لو معاك واحده مالتي انتري بتقدر تدخل ال4 دول بنفس الفيزا. ابتدت بعد كده يكون في بروسس من الاتحاد الاوروبي ان هم يقيموا اقتصادات وسياسات البلاد ديت هل يتوافق مع الاتحاد الاوروبي وثقافته للانضمام. فكرواتيا دلوقتي بقت شنجن، رومانيا اظن برضو بقت شنجن، قبرص على اعتاب، يعني قبرص بتتعامل باليورو، فيها اكل جميل، فيها فرايتي جميل، فيها حاجات الالبان اليوجرت والحاجات دي والجبن متخصصين قوي فيها، زيت الزيتون برضو، مزارع العنب والواين وكل الكلام ده. تستاهل؟ فيها فرايتي، يعني اقدر اقول بلد اوروبيه يعني. تستاهل اروحها؟ انا بالنسبه لي جميله، هاديه، ما فيهاش كلاكسات، ما فيهاش صداع، شوارعها نظيفه جدا، نظام بشكل مش طبيعي، اللي هو الاطفال طالعين من المدرسه ففي حد بيوقف العربيات بستوب ساين زي هنا زي امريكا، يعني انا ما شفتش اي اختلاف. فيها قواعد عسكريه بريطانيه كتير قبرص، يعني دي برضو من الحاجات اللي انا اتصدمت فيها، انا ما اعرفش طبعا. في بعض البلاد فيها دريكسيون في العربيه من على اليمين، النظام الانجليزي. فقبرص جميله كتجربه، بس المشكله بتدي رفض على الباسبور، دي برضو من ضمن الحاجات اللي اوكي، بس انا ما اختبرتش الكلام ده، يعني انا حتى ما اعرفش. الحمد لله ان انت ما اديتش، بس انا يعني لما كنت بفكر في السفر قالوا لي خد بالك قبرص بتدي رفض على الباسبور، الرفض بيتعمل على الباسبور، فطبعا اوكي انا كان الباسبور ابيض فمش فارق، هتغير عادي هنغيره ب 140 جنيه مش فارق ساعتها. دلوقتي غالي بقى قرب ثمن السفريه اللي انت سافرتها، فتمام. طلعنا ارمينيا، بلد برد جدا بس هي اقتصادها رخيص، هي غنيه، عندها ناتشرال جاز، عندها غاز طبيعي، فبيستخدموه في كل حاجه، تدفئه، في العربيات الاوبل الالماني منتشره بشكل مش طبيعي. الفندق رخيص، الاكل كله رخيص، هي بلد طيران حوالي
4 ساعات 5 ساعات هي بعد تركيا. الطيارة كانت بتعدي من على البحر المتوسط، بعد ما تخلص تطلع من مصر كانت بتعدي سنة من قبرص وسنة من لبنان، وبعدين بتدخل على تركيا، وبعد كده بتلاند في هناك. العاصمة اسمها هي ريفان. هي دولة أغلبيتها أرثوذكس، اللي هم الإيسترن أرثوذكس زي روسيا وأوكرانيا وكده. الكارنسي بتاعتهم اسمها درام. اللي أنا كنت في الوقت اللي أنا فيه في 2022 في شهر 1، ودي رحتها 29/12. يعني انا كنت تارجت النيو يير بالظبط من 29 ل 6/1 ان انا اقضي برضو 7 يناير في القاهره. نفس التوقيت بتاعك. فكان برضو انا كنت ببدل ال $100 كانت بتبقى ب55,000 درام، فانت بتاخد طبق فلوس بورقه. الراجل كان بيدومني ويستغرب، يعني انا مستغرب اكتر. البلد رخيصه جدا. يعني انا برضو رحنا ببدل فلوس. طبعا اي نصيحه لاي حد بيسافر، ما تبدلش فلوس في المطار، مش احسن ريت. بتبقى جزء صغير بس الاوبر او لحاجه. وقبل ما تسافر انا بنصحك خش على تريب ادفايزر، شوف ايه الترانسبورتيشن اللي ممكن تاخدها، ايه الابلكيشنز، لان اوبر طبعا منتشره في معظم الدول، لكن في حاجات تانية. يعني في ارمينيا كان في ابلكيشن تاني انا مش متذكر اسمه بالظبط، بس كان في ابلكيشن تاني. طبعا بسبب ان انا رايح مع الشركه كانوا بيوفروا لي بس هم كانوا يعني بيوفروا لي الكلام ده، فقدرت ان انا اروح من المطار للفندق. تسكننا طبعا احتفالات واجواء ظريفه. عندهم شجره كريسماس كبيره قوي، عندهم ميادين، عندهم بلاقي معظم الناس اللي في الشارع او اللي في اماكن حيويه في البلد مش اهل البلد. دايما اهل البلد يهربوا في المدن الهاديه لانها بلد رخيصه، فبيقدروا الاوروبيين ان هم يروحوا كفسحه هناك، يقدروا كمعيشه حتى، لانهم بيعيشوا ليكجري لايف لاولادهم، تعليم وفلوس اقل من الشنجن اريا. الفلوس بتاعتهم اقصد يعني بالنسبه للاوروبيين هم بيقبضوا باليورو طبعا ارخص، الامريكيين بالدولار نفس القصه. يعني هي البلد 55,000 درام دي، يعني تعال نقارن بيها. انا كنت بدفع فيما يعادل بالمصري. انا مش عايز اسبق الاحداث، بس انا هقول لك النقطه دي، حته المواصلات كنت بتحرك ازاي. لكن خلينا نبدا ان انا بدلت عمله ورحنا الفندق كان فيه من تحت مطعم وبار، وكان جميل، وموسيقى وحاجه جميله، يعني كان نظافه. بالنسبه لي كانت تاني سفريه، فبرضه عندي شغف ان انا عايز اكتشف يعني عايز اكتشف. فانا بقى متشيك بالليل بعد ما حطيت شنطي وارتحت شويه، بقى جايين تعبانين من السفر. دورت على حلاق، فبلاقي حلاق لبناني. انا رايح من شغلي تتجهني بالظبط. انا رايح، انا طالع، انا عايز اضحكك، انا رايح بعد الشغل بجري علشان الحق كاني رايح الحق المترو، الحق الباص. فانا عندي طياره بعد شويه بس شغال يعني، فانا مش مظبط اي حاجه، يا دوبك شنطه اللبس قفلتها كده في اي وقت. مش عايز اقول لك امتى. انا مش هصدقك بجد. انت بتعمل ايه؟ ده اللي حصل. انا باخد قبلها اجازه. الوقت ده انا كنت شغال رئيس حسابات في هايد بارك في شركه اسمها ذا تيرف في التجمع الخامس. فما كانش فيه اوبشن ان انا رئيس حسابات في الوقت ده من السنه، فتقفيل الميزانيه تقفيل الميزانيه، فانت جاي في اكتر وقت فيتا للمحاسب وعايز تسافر لي فيه، فهديكوا حقكم. يعني هديكي حقكم. يعني انت في الشركه دي هديكوا حقكم في الشغل لحد اخر يوم، بس سيبوني اطلع الاسبوع بتاعي. يعني ده اللي انا بروق فيه بالي. يعني عرفت يعني ان انت تظبط حالك بالظبط. رحت حلقت في اول يوم عند واحد اسمه انا بحاول افتكر اسمه والله، بس شكليات اسم غريب يعني. اسمه غريب شويه، هو لبناني. وبعدين رجعت الفندق، اخدت دش وبلبس بقى واتشيك. انا مش عارف انا رايح فين، ما عنديش بلان. الشركه كانت بتديك باكج رحلات هناك بسوبر جيت كده، باص ياخدك ويوديك وفي المكان الرحلات الفلاني، بس هو بيبقى تراديشنال قوي. البروجرام ما يمشيش مع شباب، يعني مثلا زي اللي بيقول لك انا هوديك في مصر فتعالوا هشفرجكم على النيل. لا، النيل انت هتشوفه وانت ماشي من على اي كوبري، يعني مش يعني. فكانت الوجهات بتاعتهم تراديشنال. فانا بالنسبه لي قلت لا، كمان انا مش هدفع. كانت الرحله عارضينها الرحله الواحده ب50 يورو زياده، ده غير ثمن الرحله. غير ثمن الرحله، فكان كتير بصراحه. نزلت شيكت كده ولبسته تمام، وقاعد في اللوبي مش قادر اطلع من البرد. فبعد كده
بروح لللوبي للريسبشنست اللي في الفندق، ايه الاماكن اللي ممكن اروحها دلوقتي. طبعا الوقت كان متاخر شويتين 8 بالليل، هو الوقت هناك بتضلم من 5. فبيقول لي في دلوقتي كلها اكتيفيتي اندور، في مولات، في حاجات زي كده. فاخترنا ديستنيشن ظريفه، كنت محتاج اكل، فكان في فرايتي كتير في الفندق في المول دوت. ساعدوني ان هم كمان يجيبوا لي تاكسي تبع الفندق. الريسبشن كان ظريف جدا. رحنا، انا قاعد متشيك كده وعايز اخرج ومش لاقي حد يخرج، كله من البرد في الاوض مش قادر يطلع. فبتصادف بشخص او شخصين نفس الدماغ شويه، انا مش جاي اقعد، انا عايز اتحرك، انا شباب. فهو ده كانت سبب معرفتي بيهم. فكان معايا احمد دلوقتي بلوجر وبيسافر بلاد كتير جدا، اسمه احمد سلام. فهو اللي كان معايا اللي اتعرفت عليه، ويلا نخرج، يلا رحنا. بعد كده اكلنا، فكنا مثلا نروح بيتزا هات، كنا بنجيب البيتزاية مثلا ب 100 درام وانت معاك ال 55,000. فده كتير يعني. $100 بتعمل بصراحه. ال $100 فعلا في الكرنسي الكتيره قوي دي بتعد. بعدين جبنا شويه، رحنا المول وتمشينا وعملنا شوبينج واكلنا وكان ظريف. وبعدين انا اتخرجنا حوالين المول كده في محلات سوبر ماركتس بتبقى هناك فيها كل حاجه من الالف للياء زي هنا، مش مول كبير زي وولمارت او كاسكو، لا محل صغنن بس متروس حاجات بقى، وبيعملوا البيكري بتاعتهم بنفسهم، يعني بتاخد الكرواسون سخن ولسه طالع عاملينه هم، مش جايبينه بيبيعوه، مش ريسيل لا. عندهم طبعا جميع انواع اللحوم، عندهم السلايسز وتختار ممكن باي حجم انت محتاجه، فاكهه نفس الكلام، الدرينكس، السبيريتس، كل الكلام ده يا. فطبعا جبنا شويه حاجات، وكانت دي السناكس بتاعت الرحله اللي هتتساب في الفندق. تاني يوم رغم ان هي كانت قديمه، بس كان عندي شغف من اللي بسمعه من الناس، لان انا اول يوم I missed الرحله اللي هم راحوها، لانهم عندهم البرنامج فدافعين ال 50 يورو بتاعت كل رحله. كان البرنامج كله غالبا ب 500 يورو او حاجه، ده رقم كبير قوي ساعتها يا. ف قالوا لنا لا ده احنا رحنا اماكن وظريف وجميل طب احنا عايزين نروح بس مش عايزين ندفع التكلفه دي يعني. فببص لاحمد وبيبص لي كده اللي هو ايه مع بعض هنعملها ازاي مع بعض. لا بتطلع تقريبا بيطلعوا مصالح كتير قوي في كل رحله. بالظبط. انا ما انصحش حد ان هو يجو مع الشركات خصوصا من مصر، يعني انت مش عارف انت هتروح فين وبعدها قد ايه وهتكلف قد ايه، فاي رقم هيقوله لك انت هتدفعه يا. فاحمد ببص له كده، فخلاص انا نفس اللي جه في باله ان هو نفس الراجل اللي خدنا بالتاكسي من الفندق للمول معاك وتروح يا. فروحنا كلمنا اللوبي، قلنا له احنا عاوزين رقم التاكسي ده بالذات. كان راجل شاب صغير كده زينا، كان معاه عربيه اوبل. طب ليه يا جماعه؟ طب نسيتوا حاجه؟ طب عمل معاكم حاجه؟ لا احنا عايزينه، احنا عاوزين نشوفه، احنا برضه عايزين نديه يكون بره الفندق مننا ليه للسواق، بحيث يكون على طول خلاص الكوست اقل بالنسبه لنا. فجالنا، اتصلوا بيه وجالنا، اتكلمنا معاه بره الفندق وقدرنا نتواصل بالترانسليشن، لان هو بيتكلموا اللغه بتاعتهم. بعدين طبعا دي برضو انت تشتري خط في كل رحله من المطار ضروري ولا sometimes ضروري لو انت مش مع جروب. لو لوحدك يعني في الرحلات الجايه كنت لوحدي لازم خط بس قدرنا بالواي فاي بتاع الفندق نمشي الامور. واتفقنا معاه، كان معاه عربيه اوبل ظريفه كده، قال لي انا هاخد بما يعادل بالمصري 140 جنيه في اليوم. فكان بالنسبه لنا طبعا العربيه بتمشي بالغاز، بتتفول ببلاش بملاليم. وعندهم عاده غريبه هناك ان انت والعربيه بتتفول غاز كلكم بتنزلوا بتقعدوا في اوضه جوه، ما حدش بيقعد في العربيه، ما اعرفش ليه عندهم باد هيستوري مع الموضوع. العربيات كانت بتفرقع ولا ايه مش عارف، بس يلا اني واي كنا بندخل البنزينات بيبقى فيها برضو نفس الستايل بتاع هنا، فيها السموك شوب او المحل الصغنن كده فيه السناكس، شويه شيبسي وبيبسي والكلام ده والقهوه فكانت بتفول. وكنا بنروح بنخرج ننزل نروح المحل ده. كان 140 جنيه مصري كنا بتتقسم علينا انا واحمد، كنت بدفع 70 جنيه ده ولا شيء يعني. لا ولما تبقوا جروب كمان او اكتر من شخص، هي العربيه ثلاث افراد يعني ما ينفعش تشيل اكتر من كده. فكنت انا واحمد كنا فردين، كانت الدنيا ظريفه يا 70 جنيه. وكنا بنروح يعني انا مش عايز اقول لك ال 140 دي كان بيقعد معانا قد ايه. كان بيقعد معانا في اليوم مثلا ممكن 4 ساعات، منهم ساعه سفر. انا عايز اقول رخيصه جدا يا. معظمها سنو، معظمها ابيض ومعظمها تلج ساقعه.
الماجوريتي هناك اوكران وروس ومتعايشين، يعني ما لهمش دعوه بالمشاكل اللي بتحصل في بلادهم او في خلافات سياسيه، لا هم بيحبوا بعض. معظمهم شغالين معظم الاشغال، يعني الارمن شبهنا شويه في الشكل كمصريين. في ناس منهم بيعيش في الشام، لبنان وسوريا، في ناس منهم بتعيش في مصر، في ناس من يعني هما طبعا عندهم باد هيستوري مع اللي حصل لهم في تركيا، يعني اي واحد هتقابله هيمنشن الكلام ده حتى لو مش بشكل مباشر عشان ما يبانش عنصري او ان هو يبقى بيذم في حد. بس هم still suffering من الموضوع ده، يعني متشعلق في ذهنهم شويه طبعا. بس بعد كده اخدنا الراجل دوت، كان كل يوم الشركه حاطه برنامج مثلا هنروح النهارده بلد الفلانيه، احنا بنعمل نفس القصه في نفس التوقيت ارخص بشكل موازي، لدرجه ان اللي كانوا بيطلعوا مع الشركه بيبصوا لنا انتوا ايه يعني، انتوا ما شفناكوش معانا في الباص بس انتوا دلوقتي معانا، طب جيتوا ازاي؟ احنا نفتح شركه بقى. طب جيتوا ازاي؟ فابتدينا نتكلم نقول يا جماعه ده احنا جينا بتاكسي، والتاكسي ارخص كتير وهم كانوا بيودوهم في البروجرام اماكن بابليك، كنيسه، فانت مفيش تذاكر او تيكتس للدخول. اللي هي مواصلات بس، بياخدوا 50 يورو ده. هو بالنسبه له مش قايل ان هي مواصلات بس، هو قايل بقى انا هطلعكم رحله، فهو بيوديك مكان في جبل بعيد وكل حاجه، انا اللي جايبك، دي رحله انا اللي مطلعها لك، واللي رايح مش عارف فاللي رايح بالظبط انا مش عارف هدخل ازاي المكان او هعمل ايه او فلما بيكون جروب داخلين كنيسه محدش بيسال على الكلام ده. وكنيسه كنيسه قديمه قوي، من القرن الاول الميلادي، كانت حاجه يعني قديمه في الجبل فوق. وبعدين سالنا قلنا ازاي ان في كنائس من القرن الاول الميلادي كان مباني، قالوا لنا ان هي كانت اصلا مبنيه، احنا ما بنيناهاش، احنا بدينا بس نصلي فيها، هي كانت معبد وثني. وبعدين لما ارمينيا اعتنقت الدين المسيحي فابتدت الناس تصلي فيها، فده من الاماكن الاثريه مفتوح لكل الناس، ظريف يعني بيزوروه اوقات على انه معبد وثني، اوقات ان هو ازاي بقى كنيسه. طب الكنيسه حولت ايه في الجدران، في الاستراكشر بتاعته، في الشكل، هم محافظين عليه زي ما هو، هم بس ما بيعمل ما الا بس في اوقات الصلاه بيعملوا التقاليد بتاعه الصلاه وخلاص. قدرت ان انا في الاسبوع ده برضو ان انا اروح كل الرحلات اللي الشركه كانت مطلعاها، بس بشكل موازي بقى بالظبط. حلو قوي ده، كانت ظريفه، كانت تجربه حلوه. ارمينيا فيها اكتيفيتي كتير، فيها نايت لايف ظريف، فيها اكلات غريبه كده، اللي هو الاكل اللي هو مثلا يحط لك طماطمايه كامله مع الكفته وهي بتتشوي ويديها لك زي ما هي كده. الاكل غريب شويه، بس هم عندهم الاكل اللي هو شويه زي تركيا، اللي هم يقولوا على الكفته والكباب بيختلف، يعني مختلفين، يعني هم الكفته عندهم بيقول ده كباب، والكباب عندهم ده حاجه ثالثه خالص. فمتغيرين المهم نختلف. جملة وتفصيلا ظريف، يعني اكلهم بسيط. مع ما اكلنا عندهم بيتزا عملوها بالستايل الكندي، فيحطوا لنا عليها بقى باينابل، فده انا ما انصحش اي حد بقى ياكل بيتزا. مالناش دعوه بكندا واللي بيحصل، بس يعني انا جربت ده. بعدين اكلنا الكفته والحاجات المشاوي بتاعتهم بالرز، ظريفه، قريب من المطبخ المصري. كان برضو في محل اسمه زيتونه، ده اصحابه يعني owned and operate by family، فهو كانت عيله ملكاه وهم اللي يعني مشغلينه، فهتلاقي الكاشير وهتلاقي المطبخ وهتلاقي هم اسره مع بعض. كان ظريف جدا، انا مش هنساه، اسمه زيتونه في داون تاون يوريفان. جينا طبعا على الكريسماس، رحنا عندهم ميدان هناك يعتبر، هم حتى اسمه بالعربي ترجمته ميدان التحرير، فعامل زي انا كده سيركل، وفي فور سيزون، في فنادق مشهوره قوي هناك. طبعا كان في اكبر شجر للكريسماس، وكانت الالعاب الناريه بالليل لمده 2-3 متواصل. كان كل الناس زحمه، كل الناس بتحتفل هناك، الشرطه والجيش موجودين في الميدان، بتتصور معاهم عادي. انا عندي ماتيريال للكلام ده ظريف. عايز الحاجات دي وانزلها معاك. يا شور وي كان. بعدين رجعنا 6 يناير. كان طبعا معظم يعني الرحلتين دول كانت طيران دايركت، كان مع شركه، بس انا رجعت من بعد الرحله دي، انا ما قلت ان انا خلاص انا مش مع نفسك. خلاص انا خلاص الورق انا عرفته المطلوب فيه، وانا هبتدي انا اتحرك. كانت وانا راجع حد بقى بيتكلم معايا ان في ايزك وفي دور كده تطوع وهتعلم الاطفال انجليش، وخصوصا انا في الوقت ده كنت في القاهره
وكنت باخد كورسات يعني الانترناشونال انجلش لانجويج تيستنج سيستم اللي هو ايلتس ده اللي هو هجرة كندا. وكان يعني في شويه انجليزي ابتدى يتحرك، لساني ابتدى يتفك. قلت هروح حتى لو هعلمهم ABC مش مشكله، بس انا عندي مثلا جيمز هنعملها، عندي وقت لطيف، عندي اكسبيرينس هنعملها. هم مش طالبين منك اي اثبات ان انت معاك لغه خالص خالص، هو بيطلعك، هو عايزك تكون موجود في المكان الفلاني بسكادجوال معين، بجدول معين. انت موفر لك كل حاجه، موفر لك الاكل والشرب والسكن وكل حاجه. بس انت بتدفع؟ بدفع طيراني وبدفع اكلي وشربي، حاجات بسيطه يعني. اوقات بيوفروا البريكفاست بس. ايزك كانت جميله، كانوا هيطلعونا كييف، هم ليهم سن معين للتقديم، فكانت بالنسبه لي دي كانت اظن اخر سنه يعني ان انا اقدم فيها. وقدمت بيضمنوا الفيزا؟ لا، هو بيديك ريكومنديشن. انا لسه جاي لك المفاجاه الكبيره بقى، ان انا اخدت رفض بعد كل الورق ده. اخدت ختم رفض على اول صفحه في الباسبور بعد ما كنت حاطط فيه قبرص وارمينيا. قلت ايه بقى، هي دي بقى يعني قلت بقى ان انا ايه، هروح اعمل باسبور جديد، وعشان اخداري الخيبه اللي فيه ده. بعد تفكير قلت انا طالما طبيعي فطبيعي ان انا اترفض، فهخليها زي ما هي وهكمل رحلتي عادي، هكمل الجيرني الطويله اللي هو اللونج تيرم بلان، ان انا عايز اسافر حاجات اعلى. رغم ان هو شايف الفيز دي وممكن تكون اكبر شويه كقيمه في سوق السفر من اوكرانيا. يعني قبرص اتحاد اوروبي وبيشتغلوا باليورو. مش هروح قبرص تقيله على فكره الباسبور. بالظبط هي اصلا نفس الديزاين بتاع الشنجن، بس هي من فوق مش يعني. عايز ادي لك صورتها برده معايا موجود عشان بس ما يعني الحاجه اللي ينفع تبعتها لي منها يعني نفس الشنجن بالظبط. فا اوكي، كانت اخدت الرفض. يا جماعه طب ليه اترفضت؟ مش واثقين انت هترجع. ده السبب اللي كل السفارات بتقوله. يا جماعه انا كنت في قبرص وكنت في ارمينيا، ولو عايز اقعد كنت هقعد، وانا رايح معايا سبورتيف دوكيومنتس، ومعايا طيراني مدفوع ان انا هرجع. انا كنت حابب اوكرانيا قبل الحرب طبعا، جميله، كييف فيها مناطق جميله والناس والاسعار الرخيصه، وانا برضو بعد فيز يعني. كان الغرض برضو ان انا عايز الملم واتبسط في نفس الوقت يعني، دبل ويبن يعني. بس رجعت خدت الرفض ده، زعلت شويتين. قلت خلاص مش مشكله. طبعا انا كنت بجهز للسفريه دي في شهر 10/20/22. انا كنت في ارمينيا 1/22. دخلت السفاره وجهزت ورقي 10 وخدت الرفض. فده اخرني شويه في ان انا اخد اكشن، ان خلاص انا هدخل اللي بعدها بقى، انا هدخل اسبانيا، انا هدخل شنجن. سؤال، انت لما اترفضت كنت مدافع كل حاجه، ايه بقى اللي حصل في الحاجات اللي دافعها؟ لا، ما كنتش دافع كل حاجه. انا كان في حد من ايزك هو اللي بيمشي معاك الاجراءات. في حد بيتابع معاك. فهو كانت نصيحته، ومعرفش ده كان سبب للرفض ولا لا. كانت بنوته كده بتفصص ان انا في جامعه، رغم ان انا سافرت وانا اكبر منها سنا، ان انا كنت رافض حاجات هي بتقول لي عليها، بس كانت بتقول لي انا دايما اعمل كده مع كل اللي سافروا وبيسافروا، ما تقلقش والدنيا لطيفه. انا يا ريتني ما سمعت الكلام. يعني برضو دي بتديك فكره ان انت لما يكون قرارك من دماغك، عشان انت اللي هتتحمل النتيجه، ده باسبورك ودي الهيستوري بتاعتك طبعا بوزيتيف اور نيجاتيف يعني. دخلت بحجوزات مبدئيه كانت هي اللي عاملاها. هي كانت بس مديالي ريكومنديشن ليتر للسفاره، كانت مدياني المكان اللي هسكن فيه والليتر كده من المكان اللي هسكن فيه. طبعا دي مش سياحه قوي يعني، ما كانتش حتى مختلفه في ترتيبه ورقها. فا anyway انا ما روحتش، ويعني ده انا كانت دايما للخير ان انا اخد اكشن اكبر يعني. خلاص اترفضت بس معايا فيزتين، مش هضيع مجهود 2 عملته وفلوس اتصرفت. الباسبور كان عليه الرفض ولستيل اول صفحه، لان هي كانت قبرص وارمينيا كانوا بيحطوا الفيز في اي صفحات، فكانت اول صفحه فاضيه، فتفتح الباسبور تلاقي الريجكت. يلا الحمد لله. بس فاخرتني شويه. خدت اكشن ان انا خلاص هروح. قررت ان انا ايه اسهل يعني، اليوتيوب دلوقتي ايه اسهل، شات GPT ايا كان هيقول لك ايه اسهل شنجن اقدر اقدم عليه دلوقتي هيقول لك. فكانت اليوتيوب كان بيقول ان في الريت كانت اسبانيا اسهل، بعد منها هولندا على طول. خدت منها رفض هولندا دي، سيبني ما تفكرنيش. هو الرفض الوحيد كان اوكرانيا، وكانت المقابله فيس تو فيس يعني. ده كان برضو مش بقدم ورق وبيترفض، لا كانت المقابله فيس تو فيس. ان ارمينيا وقبرص كنت ببعت الورق وبيجي لي في العادي ما بحضرش انترفيو.
جيت بعد كده حجزت في اسبانيا، انا عملت كل حاجه بنفسي. دي انا يعني كنت خايف مقلق. فاسبانيا دايما كانت بتعمل حركه ان هي مرتبطه كانت في الوقت ده بمكتب اسمه TLC، ده زي مكتب او TLS او ايا كان، بيجمع لك الورق وبيبعته للسفاره. فالمكتب ده اداري اكتر، مش تبعهم، هو ثيرد بارتي كده. هي بتاخدوا تقريبا كذا يعني كذا بلد، مش اسبانيا، هي هم TLS. انا عرفت ده لما رحت، لان في ناس قاعده بتقدم في دول تانية في نفس السنتر بالظبط. طبعا خدوا مني ورقي، وطبعا حجوزاتي كانت في اوروبا كانت مبدئيه بس الحاجه الوحيده اللي كانت مدفوعه مؤكده الفندق، انا كنت دافعه مؤكده. عامل حسابك ان انت هتسترجع فلوس، اقصد في كانسليشن؟ كان في على بوكينج 50%. يعني انا كنت طالع برشلونه، كانت البلان بتاعتي ان انا هقعد في برشلونه 4 ايام وفي مدريد 4 ايام. مدريد كانت السكند فيز في الرحله، كانت الليفل الثاني، يعني هروح برشلونه الاول. فمدريد ما عملت لهاش اي حاجه مؤكده. برشلونه كانت 4 ايام، كنت حاجز يومين مدفوعين ومؤكدين ويومين حجز مبدئي، وكنت مقدم طبعا الكلام ده كله، مقدم ان انا دافع. وكان الحجوزات عن طريق بوكينج كانت سهله، كانت بسيطه، يعني حتى ان انت فري كانسليشن، حتى لو خدوا الفلوس هيرجعوا لك باك لو انت كنسلت. بس فقدرت ان انا احجز فندق وطيران من على بوكينج. TLS كانت شويه فيها حاجات مختلفه. الشنجن ابتدينا ندخل في فيزا اصعب شويه في اجراءاتها جدا. فكان في مثلا بيقول لك ان انت هتمضي لي على ورقه بتقول ان انا لو رحت البنك اشوف كشف حسابك، انت بتديني بتاثورايز مين ان انا فمضيتها، لان الورق انا حلوه. اول مره اعدي على كان بالنسبه لهم برنت التامينات ده حاجه مهمه جدا، ان انت تجيب برنت من التامينات. هم بس مش بس الاتش ار ليتر يعني. يعني بيتعاملوا مع مصريين فشافوا كتير، فانا فاهم هم بيعملوا كده. المهم انا قدمت، كان يوم سبت، قدمت ورقي في المكتب، خدوا بصماتي وصوروني وخدوا الورق ده كفايل كله كده متفايل بترتيب معين، بورقه بتمضيها هناك اللي هي بتاعه الاتش ار، اللي هي بتاعه الاكسس للبنك، بيبص على البرنت التاميني، بيترجمه مترجمه معتمده، كل الاوراق اللي برضو اتكلمنا عليها قبل كده. حطها في فايل وبترتيب معين واخدتها. اخدها يوم السبت. هما بيبعتوا لك ايه البروسيس اللي انت فيها في الورق واصل فين. الورق واصل فين، احنا فين من ورقك. فكان يوم السبت قدرت ان انا اخد المسج بيقول لي ان باسبورك جاهز ومش بيديك رد. بيقول لك وتروح انت تكتشف بالظبط. فرحنا. نسيت اقول لك حاجه في يوم السبت ده برضو قبل مرحله يوم الخميس، لان انا خدت الفيزا الخميس، يعني الخميس رنوا عليا قالوا لي باسبورك جاهز. فمن السبت للخميس كان يا دوبك هو ال4-5 ايام دول. كويس، ما طولوش خالص على فكره. بالظبط. يوم السبت جمعوا كل الفايل. انا باسبوري كان قديم شويه لان انا كان عندي سفريتين قدام. بعد كده جت ابديت جديد كده ان هو في لازم تحط ستيكر امان اللي هو الهيلث انشورنس اوتسايد، يعني ان انت خلاص وانت بره مصر في حاجه بتكفورك. كان الاول بنروح نعمل وثيقه لمده معينه عن طريق شركات هناك في مصر موجوده. انا مش عارف كان بتطلع ب 100 جنيه 100 جنيه يعني كان في كذا شركه، يعني كانت حاجات ثابته كده، كانت حاجات كل الناس بتقعد تتكلم مصر التامين بتعملها يعني. لا داعي لذكر اسامي شركات، بس كانت في ناس كتير بتعملها. رفض ان هو ياخد الفايل مني. قلت له طب انا معادي هيروح وانا السفاره يعني خلاص معادي في السفاره. قال لي اوكي هتاخد باسبورك وهتروح اقرب اسم شرطه بيعمل وثيقه امان دي. فكان اسم العجوزه، لان كان المكتب TLS كان في شوارع المهندسين، متفرع من الرئيسي اللي هناك اللي هو في نادي الزمالك. انا مش فاكر اسامي طبعا، حاجه كده يعني. شهاب غالبا او حاجه كده، محي الدين ابو العز وشهاب متفرعين من احمد عبد العزيز او حاجه يعني. طبعا الكلام ايام جميله قوي. نسيت الحاجات دي شويه. جود فور يو. بس فقدرت ان انا اقنعهم ان يخلوا الفايل بيندنج لمده، ادوني نص ساعه هنزل باسرع ما يمكن ان انا اروح اعمل. كانت ضحك بقى يعني. انا بجري عم زي احمد زكي وهو بيجري بالفوطه كده.
رحت عملته، لزقوا لي الستيكر، خدوا مش عارف 140 جنيه كمان زياده عن الباس، حطوها لي كله رايح. هي كان فلوس. لزقوها في اخر ورقه في الباسبور، ورجعت تاني للتي ال اس، قال لي كده انت تمام، فايلك جاهز، كل حاجه موجوده، نفس الاوراق اللي اتعملت الرحله اللي فاتت، زياده ان بس البرنت التامينات ترجمته شويه وترجمته والورقه اللي انت مضيت عليها، والورقه اللي انا بديهم فيها اكسس ان هم يدوروا على البنك عادي، ان انا يعني البنك يفصح عن بالمناسبه في ناس كانت بتضرب كشف الحساب، ما هم يعني كانوا عشان كده هم الغرض من أوي. الورقه دي، الغرض من الورقه دي ان هو يمنع الكلام ده، ان هو انا هشوف، يعني انت هتضحك عليا انا هشوف. بس هي الرسمه كلها اكتر شويه في تفاصيلها، مش بس ان انت بتقدم كشف حساب مضروب، لا هو كشف حسابك من جواه مكتوب فيه ايه، تفاصيل الاكتيفيتيز يا الترانزاكشنز بتاعتك، الكلام ده كله. بس كان قدمت يوم السبت، ان يرنوا عليا قالوا لي باسبورك جاهز الخميس، بس مش عارفين ايه القرار، فانت لما تيجي هنشوف. قبل ما بتستلم باسبورك بيمضيك ان انت استلمته، وبعد كده بتروح تستلمه يعني بتدخل كده بالطابور بينادوا عليك. اخدت الباسبور، فبتقول لي مبروك، انا عرفت ان انت خدت الفيزا. انا يعني رغم ان هو الباسبور اصلا في ظرف مقفول من السفاره ما اتفتحش، بس هم غالبا عندهم اكيد بيبان عندهم بيقول لهم ده اتقبل ده لا، علشان حته التظلم كمان، لان تي ال اس هتبقى انفولفد في التظلم، فاظن بيعرفوا اتقبلت او لا، بس يعني من الحته دي. اخدت الفيزا، بتكون اوروبا ظريفه جدا، بيقول لك انا هديك فيزا لمده شهر، وانت خلال الشهر ده مثلا انت متاح لك تسافر مثلا من 1 ل 31 واحد، بس تقعد 15 يوم من الشهر، فانت لو سافرت يوم 5 يبقى اخرك 20 لو سافرت هي صلاحيه وليك وقت في في القعاد كمان، وكانت سنجل انتري، كانت اول مره شنجن. ده اللي عادي، الناس بتاخد مالتي من ده النورمال، الغير نورمال، الاب نورمال بقى اللي هو ان يديك 3 شهور مالتي او يديك عدد سنين او يديك عدد، ده بتبقى دي ثالث مره او رابع مره. أيوة شنجن عشان توصل للحته دي. فكانت سنجل انتري، لكن انت بتستخدمها للدخول للشنجن بس، دخولك وطلوعك، لكن جوه الشنجن انت رغم ان هي سنجل بتتحرك. طالما ما خرجتش خلاص انت يعتبر بالظبط. فانا رحت 4 ايام في برشلونه. كان فندق من على بوكينج، كان حاجه اسمها رامبلا ستريت، شارع الرامبلا. انت عارف برشلونه شويه منفصله عن حكم اسبانيا، ليه حكومتهم، بس هم تحت العلم الاسباني اللي هي كاتالونيا، اللي هي المقاطعه اللي عايز تنفصل دي. فهم كان او كنت قاعد في الرامبلا في شارع الحكومه، كان الشارع ده من الطرف الاولاني بتاعه المينا بتاعت برشلونه، البورت، ومن الناحيه الثانيه الحكومه، شارع كله اكتيفيتيز، اكل الاسباني برضو، والمشهورين بيه زيت الزيتون والجبن. بتحس ان قبرص واسبانيا. انت بتحب زيت الزيتون، انت اللي بتمشي ورا. انا اللي بروح ورا دول. انت اللي بتمشي ورا يعني لا انا لسه جاي بعد كده هولندا والسويد، انا ما شفتش فيهم زيت زيتون خالص بقى. دي كانت جبن كده مراتي كفايه، كانت جبن واسماك وسي فود يعني. قضيت ال4 ايام في برشلونه، ما رحتش ريال مدريد رغم ان هي كانت في البلان، بس قلت انا هدخل، انا ما كانش في الخطه اصلا ان انا اروح هولندا. انا كانت الخطه 4 ايام في برشلونه و3 في امستردام، وهرجع مصر. من امستردام هرجع كمان، كان في رحله يومين في تركيا، فكنت هقعد في تركيا يومين. انت ظبطت البرنامج بتاعك ازاي عشان البرنامج تريب ادفايزر؟ انا رايح انا رايح برشلونه، ايه الاماكن اللي تروح في برشلونه؟ انت لو سالت شات جي بي تي دلوقتي بيقول لك، بيعمل لك بلان. فانا كانت اليوم الاولاني الرامبلا وكنيسه في شارع الرامبلا، والعشاء هيكون في المينا في البورت، مطاعم على الميه. تاني يوم كنت رحت متحف نادي برشلونه كره القدم، شفت بقى الجوائز اللي خدها ميسي وجزمه ولبسه اللي لعب بيه، ودخلت الاستاد، ودخلت المطاعم عندهم بارسا كافيه جوه الاستاد. اليوم الثالث مثلا الساجرادا فاميليا، الكنيسه الكبيره المشهوره بيها قوي برشلونه، طبعا حاجه عملاقه. رابع يوم تجهيزك للسفر ومش عارف حاجه كده صغننه جنب البيت، شويه شوبينج على هدايا. التكلفه كبيره؟ كانت ابتدت الاسعار تغلى، بس انا كنت عامل البلان ان انا 4 ايام برشلونه و3 ايام السويد، والسويد كان عندي اصحاب هناك فانا ما كنتش حاجز اي حاجه. اخدت الفيزا في شهر 9 أو 10. غيرت التوقيت؟
بقى اضطريت لان اتاخرت في اوكرانيا، أيوة. استكيت في اوكرانيا. فواحد صاحبي بيرن عليا بيقول لي انت ما عرفت ان انت اخدت اوروبا ومبروك وكده، ويعني انا ارشح لك ان انت تدخل امريكا قبل ما تسافر اوروبا. قلت له اشمعنى قبل ما اسافر اوروبا؟ قال لي بس يعني انت عندك اوروبا مؤكده، فادخل بس جرب اليومين دول السفاره يعني هاديه وفيها مواعيد. كانت طبعا لسه فاتحه بعد الكورونا، كانوا بيدوروا على ناس يدوها فيز. كانت في ناس عامله بابلكيشن اللي هي دي سي 160 دي اس 160 اللي هي بتاعه السفر السياحه. عشان عندنا 260 يا البي 1 بي 2. ف بعد ما قدمت اللي اكتشفته ان في ناس بيندنج من قبل ما الكورونا تقفل السفاره، بقى لهم سنتين بيندنج ابلكيشنز. طبعا لما بيروحوا يقدموا بيروحوا لحد يملى لهم الابلكيشن وياخد لهم ميعاد السفاره، فبيستسهل في البيانات. فبدل ما يحط الايميل بتاعك الشخصي الحقيقي يحط ايميل الشركه. فلما السفاره ترجع باك للشركه تعالوا يا جماعه اعملوا مقابلات والسفاره فتحت، طبعا هو مش بيبلغ العميل لان عدت على الترانزاكشن دي سنتين، ما بقاش في تواصل، العميل يأس ان هو يسال كل شويه. المهم كانت السفاره فاضيه رغم ان هي فاتحه وشغاله، كان فاضيه. كنت انا لسه ما سافرتش اوروبا، كانت معايا الفيزا على الباسبور بس ما سافرتش. قدمت اوراقي في الابلكيشن. الاوراق ايه؟ هي نفس الاوراق. الابلكيشن امريكا مختلفه شويه. امريكا مش بتاخد بقى معاك ورق وانت رايح، امريكا بتاخد معاك دفع الفلوس بتاعه السفاره، هي ريسيت السي اي بي، وبتاخد معاك ورقه الميعاد انت بتكون محملها من على الويب سايت بتاع السفاره، والدي اس 160 برضو بتحمله من على السفاره. وانت بتملى الدي اس هو بقى يعني بيساعدك ان هو مثلا انت سافرت فين، بدل ما تجيب له ورق يثبت، هو خلاص انت طالما كتبت هو كتب، فهو عارف المعلومه يعني. فسافرت فلان وكده 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 كده كده، وشغال فين شغال كده يعني. هو الدي اس فيه كل المعلومات في بيلم كل حاجه. بس امريكا مش من النوع اللي مثلا يقول لك وريني كشف حسابك، غير في حالات معينه ممكن شويه في اللي جايين دراسه انت بتاخده معاك بس هو مش بيشوفه يعني. انا ما يعني للامانه كانت في حاجات كتيره مش واخدها بس كانت حقيقيه يعني موجوده، يعني معايا بي دي اف من الكلام ده. أيوة لكن انا مش طابعه مثلا هخليها تقراه. فانا رايح بقى السفاره الصبح معايا كتاب هقراه، حاسس بقى ان عارفه ان امريكا زحمه بقى وطابور وكده، فانت السفاره فاضيه، انا رحت مفيش حد واقف بره خالص يا جماعه. طب انا جاي في وقت السفاره شغاله قفلت تاني ولا ايه؟ المهم دخلت، كانوا 4 بس اللي جوه. خد مني ورقه الميعاد وخد ورقه كده دبسها او لزقها على الباسبور من ورا فيها باركود. ده فيها الدي اس بتاعك او فيها كل بياناتك غالبا مربوط بالباركود بتاعك. هم كانوا 4 اشخاص اللي قدامي في السفاره كلها. السفاره كلها الامريكيه كلها فاضيه، 4 اشخاص اللي قاعدين. فبيقول لي انت بتروح بتعدي عليه الاول يظبط لك الاوراق ويلزق لك الباركود، وبعد كده بيقول لك هتروح تبصم اسمك هيجي، وهو بيكلمك اصلا كان اسمك بيتنادي لان هم ال4 خلاص خلصوا. بيبقى الرقم زي رقم البنك كده، هو بتتعامل بيه، تسمع رقمك يقول لك روح على الشباك الفلاني. بصمت وبعدين لسه رايح اقعد اقرا في الكتاب، بعد كده بيتنادى عليا اروح للمقابله نفسها. بسرعه قوي. كان شباكين بس اللي شغالين من 4 اشخاص بتقفوا جنب بعض كده وقدام بعض. فانا كانت كورونا لسه فاتحه وكده، فانا خايف او مش عايز اكون طبيعي يبقى في تباعد يعني في انا مش متلهوج برضو، مش عايز ادي الانطباع ده. بس انا كان يعني كنت راسم صوره كده غريبه بقى اللي هو انا محاسب. طب المحاسب اللي بقى له 10 سنين محاسب ده هيبقى شكله ايه؟ فالطقم الكلاسيك والساعه والبرفيوم اللي جايب اخر الدنيا والجزمه الكلاسيك وسايب متر وبين اللي ورايا لازق فيا واللي قدام لازقين في بعض. فواحد من في الشبابيك طالع فبيقول you're a great man you're a great man ثانك يو. انا سايب مسافه، مش محدش عامل الكلام ده، محدش فاهم بيقول لي كده ليه اصلا. يا بقى فال4 اللي دخلنا انا كان ورايا 1 وكان قدامي 2. الاثنين واحد منهم اتقبل وكانت ست كبيره. كنت سامع بيقول لها رايحه فين، فقلت له رايح لابني اشوفه. بسيطه، انسانه بسيطه، ما اعرفش ليه رفضت. قال لها انا اسف مش هقدر اديك الفيزا المره دي، غالبا كان في حاجه في ورق ابنها هنا. بعدين اللي قدام منها راح على الشباك، يعني هو راح على الشباك والتاني راح على شباك تاني قال له مبروك. سمعت مبروك طبعا فرحان، بيديله الورقه ازاي ياخد الباسبور باك. بعدين دخلت انا. الست برضه في 30 ثانيه كده حاجه اللي هو قلبتني، يعني انت رايح سياحه صح؟ انا ما بتسالنيش انت رايح ليه، يعني انت رايح سياحه صح؟ رايح ولايه ايه؟ كذا. انت شغال ايه؟ ده كانوا ال4 اسئله. شغال ايه؟ وكان وكان اخر حاجه بيقول لي طب انت
ايه اعلى مؤهل تعليمي اخدته يعني. فقلت لها البكالوريوس وكل التفاصيل. قالت لي مبروك فيزتك اتقبلت. في 30 ثانيه 4 اسئله. ادتني ورقه قالت لي امشي على الخطوات دي علشان تاخد الباسبور بتاعك. ومن المفارقات بقى ان امريكا بعتت الباسبور بعد، انت بتتابع طبعا بعد ما بتخرج ايه البروسيس اللي طبعت برينتد ولا لا. الورقه اللي بتاخدها دي بيقول لك تابع الكيس بتاعتك وصلت فين. فمنهم بيقول لي ان هو in the process to be printed يعني. اوكي انا عايز اروح اوروبا بقى، انا حاجز اوروبا ودافع فلوسها والفيزا امريكا واخده الباسبور بقى، فانا مش عارف اخد الباسبور قبل الرحله ولا راحت عليها اوروبا. فكان ستريس. المهم اول ما ظهرت ان الفيزا برينتد وريدي تو ديليفرد فجريت على طول على المكان ده في مهندسين. ايوه SLS في جنب سفاره تركيا اظن. فرحت البنت بتقول لي ده انا جايه لي 3 كراتين من السفاره دلوقتي وباسبورك انا مش عارفه فين فيهم. قلت لها بليز ده انا عندي رحله كمان يوم يعني، انا عندي اوروبا بقى عندي طيران محجوز وعندي فلوس كتير هتضيع. وقالت لي طب هتستناني شويه عشان اخلص اللي وراك؟ بايت بره حضرتك. قلت لها انا قاعد مش ماشي. قعدت فعلا حبه، قعدت حوالي نص ساعه بتدور بعد ما يعني خلصت مع الناس وانا قاعد منتظر. بعد كده اديتهولي طلعت ابتديت بقى امشي في البروسيس دي. انا كانت الطيران على الطيران التركي. طلعت من مصر لتركيا، قعدت يوم في تركيا ومن تركيا لبرشلونه. بعد كده 4 ايام كانش فيهم هولندا خالص، كان فيهم بعد كده السويد ستوكهولم اقعد عند اصحابي وراجع على تركيا تاني ومن تركيا لمصر. فانا خلصت. انا بفرق كتير، انا بصحى بدري واتحرك بدري واكلت وشربت وتمام. عملت اصحاب قبل السفريه اقصد خالص؟ كنت بقى دي لوحدي بقى يعني، دي الوحيده اللي ابتديت اتحرك فيها. حتى الورق انا اللي عامله بنفسي، ورقي اللي انا مطلعه بنفسي يعني. انت في العادي بتعمل صحاب منين اصلا؟ بتبقى طبعا لما بيكون جروب في شركه والشركه دي طالعين في الطياره بقى المصريين يعني بالراحه يا اسطى ولم الاجره يا اسطى الحاجات الظريفه بتاعت السفر دي. انا اسف هي غلطتي، انا بسال برضه اسئله مش منطقيه. تمام اتفضل. بس فانا خلصت برشلونه بدري 3 ايام. فاليوم الرابع انا دورت ان انا اشوف هولندا. ففعلا لقيتها بسعر مناسب، لقيتها رايح راجع في نفس اليوم. يعني انت هتروح 9 الصبح تلاند في 9 الصبح، هتطلع من برشلونه 7 الصبح توصل هولندا 9 الصبح بتخلص وبترجع 9 بالليل توصل برشلونه 11 بالليل. كانت ظريفه يعني. قلت يلا، رحت لقيتها بسعر مناسب الطيران، رحت حاجز دخلت. جميله هولندا، زرت الاماكن بتاعت همام في امستردام بقى الدام سكوير ومدام هولندا دي خالص. لا دي جميله دي جميله جدا دي جميله جدا. الناس هناك في دايفرستي رهيب يعني، من كل ناحيه، من كل يعني في تنوع، في من كل ريس يعني، هنود وباكستان وعرب ولبنان واوروبيين وامريكان، كله يعني هتلاقي كله. كان يوم ظريف، قضيت يوم كده سريع ورجعت تاني على هولندا على برشلونه لان كنت سايب شنطي في الاوتيل. عملت لي تشيك اوت في الاوتيل واتحركت على المطار تاني في نفس اليوم. ركبت على السويد. السويد كانت ساقعه قوي. هولندا كانت جبن وبطاطس غريب يعني. كان حاجه غاليه قوي قوي يعني. هي البلاد دي غاليه فعلا يعني بالظبط يعني. انا قعدت حسبت مثلا الترانسبورتيشن لو انا هاخد اوبر مره 40-50 يورو، ده تو ماتش. وعشان تركب الاندر جراوند المترو كان ب $2.69 2 يورو 69. ده كده تحفه. بس برضو هتلاقي نفسك دافع كتير طبعا 15 مثلا لو هتغير لاين من حته لحته. رحت خلصت رحلتي في امستردام ونزلت على هولندا، نزلت على تركيا. قعدت ما رضيتش اطلع، كان عندي افيلابيلتي ان انا اقدم على فيزا واطلع، بس ما رضيتش اطلع. قعدت يوم في المطار. ما طلبوش منك التصريح اللي هو بتاع التصريح الامني؟ لا، ما انا نازلها ترانزيت، مش نازلها، مش هعمل انتري، مش هختم يعني. بس بعد كده نزلت تاني على القاهره. كانت فرق ففي وانا داخل السويد كانت برضو حادثه كده حصلت ظريفه، ان هم واقفين عايزين ينقوا اي حد يسالوه انت رايح فين، جاي بتعمل ايه. فكان من حظي ان انا اكون الشخص ده. طبعا داخل مش معايا حجوزات طيران لان انا هقعد عندي حجز الطيران من عوده، بس مش معايا فندق. فانا عندي اصحابي مستنيني اصلا في المطار بره، بس مش معايا حجوزات. والفيزا خلاص دي اخر يومين في الفيزا اتاخرت فيها. فبيقول لي انت هتقعد فين؟ قلت له هقعد عند اصحابي.
قال لي فين، في منطقه ايه؟ قلت له انا مش عارف، هو مستنيني بره عشان كده يعني، عشان انا ما اعرفش التفاصيل يعني، مش انترستنج. قال لي معاكي في الشنطه؟ قلت له انا جاي من هولندا وجاي من برشلونه قبل منها ومعايا شويه هدايا ولبس يعني. فتح بص ما لقاش حاجه، قفلها تاني، فلسه هيتكلم ان هو مش عايز يدخلني لان الفيزا خلاص بتخلص وانا مش معايا حجوزات. فهنا يعني كان في حكمه شويه ان انا اتصرف بالطريقه دي، ان انا رحت مديله الباسبور، قلت له دي امريكا، فيزا امريكا، وكان معايا حجز الطيران بتاعها لان كنت حاجزها مدفوع مؤكد. قلت له ادي طيراني كمان بعد اسبوعين من دلوقتي من مصر، فانا راجع، انا مش قاعد عندك، انا بس جاي عندي اصحابي وهمشي. انا هقعد، انا اوريدي كنت يعني انا حاجز فندق في برشلونه وحاجز فندق في، رحت هولندا قضيت يوم. ف يعني لو عايز اقعد او عايز كنت هاجي على هنا على طول، او ما ينفعش اساسا قانونيا لو انت هتعمل حاجه، هتعمل ورقه او حاجه، لازم اول بلد نزلت عليها. مثلا ما لا، كانت في حاجه اسمها انا عارف انت تقصد بصمه دبلن، بس الكلام ده كان ينفع يسقط بعد 6 شهور. طيب anyway يعني انا ما كانش ده التفكير خالص ان انا اعمل كده. اول ما شاف امريكا حسيته اتغير، احترمني قوي. احترمني قوي. اتفضل يا باشا. انا اسف. دخلت عند اصحابي 3 ايام. بلد جميله برضو، بس عامله زي ارمينيا، جو ارمينيا شويه، اللي هي اندور اكتيفيتي. المولات عندهم حاجات، محلات، مطاعم يتجمعوا فيها، مفيش روح اللي هي الشارع دي ننساها خالص، لان انا اللي كنت بختار الوقت الغلط، ان يناير دايما بالظبط يكون يناير وفبراير ساقعه. بس بعد كده رجعت من الكلام ده على مصر، قعدت اسبوعين، ويعني اسبوع منهم بسلم بقى شخص بدالي في الشغل، كانت خناقه ان انا امشي، كانش عايزين امشي، خصوصا ان انا معايا الميزانيه وفي شهر 1 والدنيا بايظه ومش هتمشي قبل ما الميزانيه في توقيتات سخيفه بالظبط، والميزانيه لازم تطلع قبل ما تسافر، ولازم اللي هيجي وراك يديني اوكي ان انت سلمت كل حاجه في الشركه كانت معايا طبعا. انا بعتز قوي بشغلي في الشركه في هايد بارك في ذا تيرف، يعني اصحابها ناس علموني كتير وساعدوني كتير، والتجمع بقى وعيشه التجمع الخامس، وازاي يهيئونا ان احنا نتعامل مع الناس اللي انا اونر، انا صاحب مش عارف ايه، انا بابا شغال مع فئه معينه لازم تبقى بالظبط. كان الناس ساعدتني كتير، وكان اسبوع بسلم فيها المحاسب اللي بعدي، والاسبوع التاني بسلم على عيلتي وبجيب بقى شويه حاجات عشان ابتدي اجي هنا. بس وخلاص، ورحت يوم على المغرب، كانت حوالي 5 ساعات طيران من مصر للمغرب او 4.5، ومن كازابلانكا لواشنطن دي سي دالاس انترناشونال كانت حوالي 9 ساعات. ظريفه، ما مرتش باي حاجه صعبه وكانت سلسه. بس من وقتها وانا ما اتحركتش، واتمنى بقى ان انا اقدر المره الجايه اضيف لك للليسته الطويله العريضه دي بلاد جديده وخبرات جديده يعني. بس روحوا هولندا، روحوا قبرص، هتعجبكم جدا، سيبكم من الباقيين. نفس دي البلاد اللي ترشحها يعني نفس فيها فن، فيها حياه، فيها سهر، فيها طلوع، فيها شوبينج، فيها ناس بتضحك لك، ما بيبصلكش انت جاي منين، ما بيخافوش منك. ف نفس الاوراق في معظم السفارات، مفيش حاجه بتختلف. يمكن هي بس امريكا شويه ان انت ما بتقدمش الورق، انت بتروح تقابل نفسك، بيشوفوك وبيتعاملوا معاك وبيشوفوا تعبيرات وشك وبيكتبوا اجوبتك على الكمبيوتر، كل حاجه بتتسجل. فهو بالنسبه له مش ورق بس، لا هو عنده شويه ثقتك وردودك وطريقه كلامك، وبتتكلم انجلش ولا عربي. انا في ناس كتير اخدتها وبتتكلم عربي بس سبب اساسي يعني المقابله كانت انجليزي. انا عملت مقابلتي بالانجليزي، هي كانت ملحه ان هي تعملها بالانجليزي يعني. انا دخلت انا خايف طبعا، وقاعد احسبها في البيت هتكلم عربي ولا انجليزي، فقلت انا هبدا بكلمه عربي الاول، صباح الخير، وهشوف هي ردت عليا ايه، وبناء عليها كمل باقي الانترفيو. فصباح الخير، فما ردتش، فحسيتها مش ما ردتش عشان مش عايزه ترد، هي ما فهمتش، فعرفت ان هي ما بتتكلمش. كان ممكن اطلب مترجم يجي ويساعد، بس انا قلت خلاص يلا، هي عايزه تتكلم انجليزي هتكلم انجليزي. جود مورنينج وقلت لك ال4 اسئله اللي اتسالتهم، وكانت الموضوع سهل يعني، ما كانش صعب. فهنلخص كده كل ملخص السفر في اي شركه، ان انت هتعمل حجز طيران، تعمل حجز فندق، هتقدم كشف حساب بنكي لاخر 6 شهور في حركات وفي رصيد كويس، هتقدم اتش ار ليتر بيوضح البوزيشن بتاعك وانت شغال فيه من امتى، وشغال فيه بسالري قد ايه، وشغال ايه البوزيشن بتاعك، واسم الشركه، وفي انهي مجال، على ورق رسمي مختوم.
بتقدم بلان للرحله. انا في اليوم الاولاني هعمل ايه من الساعه كذا للساعه كذا، وهركب مواصلات ايه عن طريق الجي بي اس. وطبعا كل ده اللي هو تريب ادفايزر دي. تريب ادفايزر بتساعد جوجل مابس ان انت تروح من مكان لمكان، فتعرف ايه المواصلات المتاحه وايه اسعارها. كل ده بيساعد. كل ده بتبقى مكتوبه. كل ده تقدر تاخد منه سكرين شوت، تحطه في البرنامج بتاع الرحله بتاعتك، وبعد كده بتجمع كل ده في فايل من على الفايل من بره كده. ده الليست بتاعت الاوراق الموجوده. ورقه رقم 1 في الفايل من جوه. الورقه رقم 1 الورقه الفلانيه، رقم 2 الورقه الفلانيه. بتسهلها على اللي بيقرا الفايل بشكل منظم فورمال. بتبني هيستوري لنفسك. بتسافر كل سنه في مكان معين في توقيت معين مختلف شويه. معقول برضه يبقى حقيقي. فالرسمه كلها ماشيه متناسقه. انا بسافر في شهر 1، فانا سافرت 1 2 3 في شهر 1. انا شغال في الحته الفلانيه، فكل الترانزاكشن في كشف الحساب اراوند المكان. يعني بتقبض ويجي لك الفلوس وبتشرب. بالظبط. مصاريفي اللي بتتصرف، بدفع الكهرباء، بدفع فاتوره التليفون، بدفع كل حاجه. بعدين اخر الشهر بينزل لي السالري بتاعي. اوقات ناس بتبقى عندها حساب مخصوص للسالري يقدروا يقدموه زائد الحساب الشخصي. يعمل كشفين. بالظبط. الموضوع ايزي. مش عايز اقول ان هو الكذب هو اللي بيكون سبب الرفض. مش ان الناس بترفض والناس بتدي فيز، ان هم فاتحين علشان يعملوا كده. انت رايح تصرف فلوس عندهم، فهم بالنسبه لهم عايزين ده. عايزين يعملوا كده. طبعا السياحه رقم 1 في بلاد كتيره في اوروبا زي فرنسا وهولندا والكلام ده. توقيت مهم، ردودك مهمه، البيكتشر اللي بترسمها في السفاره كلها مهمه. ما تكونش بتكذب في حاجه، ما بتكونش بتزور في حاجه. حتى ولو عندك ضعيف اشتغل عليه، حسنه. طالما انت عارف ان هي بتتقدم بالطريقه الفلانيه وانت عايزها تكون بالطريقه الفلانيه، مش عيب انك حد يساعدك في الاول. تبدا مع شركه ويظبط لك الدنيا. تكلفه زياده بس ده مقابل جهد هم عملوه برضو عشان انت توصل للي انت عاوزه كسفر. في كل الاحوال انت لو قدمت مع نفسك هتترفض. يعني مش دايما طبعا. دايما يعني لو انت حطيت الاحتماليه فخلاص فلوس زياده اصرفها. لو انت هدفك السفر في الاخر فمش فارق كتير. بالظبط. ومع كل سفريه هتكسب جديد، فتعتمد على نفسك اكتر. مش هتخاف. انا ما عنديش حد، انا لو حصلت لي حاجه انا عيلتي، انا همشي ازاي، انا هلبس ايه، انا لا ارمي نفسك كده وما تقعدش هم. هتتعلم، هتكسب. اللغة. انا كنت بهندل اموري في كل الدول دي بالانجليزي. كانت الامور ماشيه حتى ولو هم بيتكلموا مكسر، ففاهمهم برضو ستيل. طب انت الانجليزي نفسه، عشان انت قلت لي انت دخلت في الايلتس شويه. انا قبل يعني كنت ماشي في طريق موازي ان انا اسافر لكندا عن طريق الاكسبريس انتري. ده ممكن نتكلم فيه في حلقه لوحده. أكيد ده طويل. ده لا انا بتكلم انت ظبطت ازاي اللغه لنفسك انت لا انا ما عملتهاش مع نفسي بصراحه. يعني انا هنصح. يعني انت لو هتدي النصيحه للناس، هدي النصيحه ان في سنترز معينه بتدي الايلتس بريبريشن للايلتس. عايزني اقول اسم الشخص، هو بروفيسور في الجامعه الامريكيه، هو محمد خليل موسى. عارفه محترم جدا وجميل تمام جدا. ده يعني كان صاحب فضل كبير ان هو الاول رحت له فعمل لي اسسمنت. بيقول لي انت ما ينفعش تدخل ايلتس على طول، مستواك ما يجيبش، لان هو امتحان بسيط كده كام سؤال. كان مستوى التعليم طبعا انا كل تعليمي حكومي، مدارس حكوميه والجامعه حكومي وكل حاجه. فحتى ولو الثانويه العامه انا كنت طالع السادس على المدرسه في ثالثه ثانوي، بس ادبي ده كلام انساه بقى خلاص انتهى. الحمد لله انجليزي بقى. بس فروحت عمل لي الاسسمنت تيست دوت، وبعدين قال لي ان انت في لازم ضعيف شويه في حتتين معينين. الفوكابولري بتختار كلمات بسيطة شوية مش معقدة. في كلمات معينة لازم تستخدمها تكون ان انت يعني ما تختارش حاجة يعني صعبة، يعني سهلة عشان تبان ان انت بتتكلم. هم بيحبوا الحاجات دي. والجرامر. فقال لي انا عندي بروجرام 3 شهور مع مس مي حكم. مي من اشطر الناس الموجودة في مصر. هم دارسين غالبا في لندن. حتى لو اللغه بتاعتك مش احسن حاجه هو بدأ معايا من الف ب، من اي بي سي. ازاي تنطق اي بي سي والبي والبي والحاجات اللي احنا ما كناش بنكير اباوت يعني في مصر، محدش بياخد باله منها. كانوا بيركزوا معايا. بدأت معايا مي حكم من الاي بي سي. جراديولي كده خدنا 6-7 ازمنه من 12 زمن. قالوا لنا مش هنحتاج اكتر من كده، بس استخدموهم صح. اعملوا جمل كومبلكس، تركبوا جملتين على بعض بهاويفر وبات والكلام ده. فكانت يعني مي ظريفه قوي في الحته دي، وسهلتها عليا.
قعدت معاها البوت كامب بتاعها دي من التيم بتاع محمد خليل موسى، لان محمد خليل عنده تيم ناس كبير. كتير هي عنده حد بيتصل بيك كل اسبوع، بيعمل مقابله بالتليفون سبيكينج، فيقول لك كلمني عن كذا، انت بتتسال اسئله مش متوقعه، وهو مش هدفه يقول يشوف انت بتتكلم قصتك حلوه ولا لا. لما تقول له مثلا لما تسالك تقول لك مين قدوتك في الحياه، مش هتستنى تقول لها بابا وماما ومش فارق عندها الاجابه قد ما الاستراكشر بتاع الانجليزي يكون صح. فهي بتعمل لك في التليفون تقول لك لا انت وقعت في الحته دي، كانت المفروض تكون كده، كمل، وهكذا. بتبقى مكالمه 10 دقايق، ده بيبقى في يوم من الايام. اليوم التاني بيتبعت لك اكتب موضوع رايتنج وابعته على الايميل ده عشان يتعمل لك فيه اسسمنت. فانت شغال الاسبوع كله، بلس ان انت بتروح تاخد ليكتشر حوالي 6 ساعات يوم الجمعه الصبح. فانت بتاخد ليكتشر يوم الجمعه، وباقي الاسبوع انت بتعمل برضو حاجه، يعني بيدي لك فيلم يقول لك انت النهارده هتسمع الفيلم ده بسب تايتل انجليزي، فانت بتسمع وتقرا انجلش، فبتشغل نفسك. كان معظمه هاري بوتر لان هو لغته سهله شويه في بعض اجزائه. بعدين اليوم التاني بتعمل السبيكينج تيست بالتليفون. بعد كده اليوم التالت بتعمل رايتنج. في اليوم التالت بتبعت لك ارتكل مثلا بتاعت جورنان وعليها اسئله، فبتهيئك للامتحان. خلصت مع مي حكم الفوكابلري اند جرامر كورس بوت كامب او كورس. بعد كده دخلت مع محمد خليل موسى، بيديك الاستراكشر بتاع الامتحان اللي هو مثلا متقسم 4 حاجات: listening, writing, reading and speaking. speaking بتبقى مع شخص مباشر وبيسألك وبتجاوب وبيسجل، وبعدين بيبعت التسجيل ده للجهة اللي انت بتاخد معاها الامتحان. هو في اظن في 2 أو 3 معتمدين في مصر، هو البريتش كونسل والمعهد البريطاني والاي دي بي او حاجه زي كده، اي دي بي او حاجه، اللي هو المركز الثقافي الاسترالي، استراليان حاجه. وغالبا في حاجه في الجامعه تبع الجامعه الامريكيه برضو، مش متذكر قوي، بس انا متاكد منهم الاسترالي. يعني هيبقى بريتش اكتر، مش لا هو الايلتس هو اصلا ليسون 1 في الايلتس هيقول لك ان في 7 لكنات معتمده للانجليش. فتوقع ان الامتحان مثلا في السبيكينج او في الليسننج يجي كده، يعني الهندي والجنوب افريقي هتبقى صعبه قوي يعني. ده اسهل انجليزي في الدنيا. انت اصلا لو انت هتركز قوي في الانجليش، حتى لندن مختلفه، يعني ليفربول غير مانشستر غير ويلز غير، يعني كل واحد ليه الاكسنت ليه زي هنا يعني زي هنا احنا دايما نقول الافريكان امريكان البشره السمراء ليهم اكسنت مختلف عن الوايت امريكان او اليوروبيان او وات ايفر. ف ده كانت جيرني في الهجره. ان انا بقى اكلمك عن الهجره بشكل عام لكندا والنقط، نحسب النقط بناء على العمر وخبرات العمل والايلتس الانجليش بتاعك، وهل معاك سبونسرشيب هناك ولا لا، في عقد عمل حد هيرعاك هناك يشغلك هناك ولا لا، في حته الكفاله الكنسيه، وفي تفاصيل كتير دي ممكن نتكلم عنها في حاجه ثانيه. انا بس كان قصدي اللغه عشان بس لو حد حابب يطور بس دلوقتي يعني انت لو معاك خط ومعاك ترانسليشن هتعرف تمشي امورك، مش هي دي اللي هتوقف سفرك. تفاصيل السفر سهله وبسيطه، بس عايزه جراءه شويه، جاهد ما تخافش، توه واسال هتعرف توصل. معاك على الاقل اسم الاوتيل، معاك فلوس في جيبك، معاك خط، معاك في نت، معاك تقدر تطلب بدون نت. على فكره انا كنت بتحرك بالجي بي اس بدون نت، يعني كنت انا معظم الاماكن هناك فيها ريستورانتس فيها واي فاي، وانت كده الجي بي اس بيشتغل بدون نت، في اللي هي اوف لاين ماب وبتتحرك عادي بيه. انا ما كنت خايف لو حد حابب ان هو ياخد، انا كنت خايف في الحته دي. انا كنت جايب خط فودافون وكان بيشتغل في اوروبا كلها. دلوقتي في اي سم رخيصه بتشتغل يوم ولا بالظبط، هي اسمها اصلا اي سم، هي حتى الابلكيشن اسمه اي سم. بس دي كانت ملخص كده. السفر مش صعب والطريقه الشرعيه مش صعبه. السفاره اصلا فاتحه عشان تديك الفيزا مش عشان ترفضك وتقدرك. ما تخافش، جرب، هتبوظ مره هتنفع في الثانيه. ابدا بحاجات ريزنبل، ما تنطش قوي وتقول انا هطلع عن المريخ من اول مره. يعني ابداها هولندا من الاول وخطر، هي سلمه يعني، هي سلمه. انا يعني من قبرص، ارمينيا، اترفض في اوكرانيا، اطلع اسبانيا، هولندا، السويد، اطلع امريكا. كانت ظريفه. الناس دلوقتي لطيفه قوي، ان انا بشوف ناس حتى من صحابي بيطلعوا امارات، بيطلعوا اندونيسيا وتايلاند والحتت دي. دي ستيبس كده للاقوى. فالاقوى لو انت قوي في ايه، في كشف حسابك، في شغلك، قدم. مش هنقول لك يعني مش مستحيله،
بس هي صعبه. السفر ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه صعبه 100%. هي تظبيط ورق زي ما بيقولوا يعني في مصر، بس هي الفكره ابدا سلمه سلمه، مش صعبه خالص، هتوصل وهتاخد الفيز اللي انت عايزها. انا عندي صحابي يعني انا قعدت في امريكا دلوقتي، هم كملوا ان هم يكملوا باقي الليست بتاعتهم، فخدوا بعد امريكا كندا، وخدوا بعد كندا انجلترا، وخدوا بعد انجلترا استراليا، وبقت الدنيا مفتوحه لهم يعني بيبان، واقدر اخبط على اي بيفتح بسهوله. بس هي المعضله في الزقه الاولانيه دي. تطلع بس تتحرك. انت مش شجره بالمناسبه الشجره فانت مش شجر، يعني الشجر بيتحرك فاتحرك. طيب يعني الموضوع طول قوي، فاحنا لسه عندنا حلقات كتير ان شاء الله اكيد عشان الشمس راحت مننا كمان، فالدنيا هتضلم الدنيا وهيطلع لنا ظريفة الحشرات هنا. كلها. خلاص انا تعبتك وشكرا ان لا انت اديتنا من خالص، وقتك خالص. ولسه في كتير، احنا هنقفل بس دلوقتي وبعد كده هيبقى في ماشي، حاجات مش كتير. ببلاش بقى الجاي ده، مش ببلاش. ادفعوا النبي عشان احنا عايزين فلوس الراجل اللي عايز فلوس. زي ما انتم شايفين كده الناس بتتعبني قوي، بس الحمد لله وشكرا ان انت طلعت معانا. الحق بقى انت الحشره اللي جايه لك على يا الله. ماشي. اوكي يلا اشوفكم الحلقه الجايه، وما تنسوش تتفاعلوا مع الفيديو، و باي.